ماتش الاهلي والوداد. طبعا قبل بقى ما اسمعك الكلام اللي انت نفسك تسمعه ان الاهلي زعيم افريقيا والاهلي رقم 1 في افريقيا وافريقيا يا اهلي والنجم رقم 11 والاهلي هو زعيم الدنيا والدين، هلخص لك كلامي كله عشان ما اطولش عليك في حوالي 10 نقط او 11 بقى عشان تبقى النجمه ال11. اول حاجه ان النادي الاهلي هو فعلا زعيم افريقيا الى الابد مهما حصل ومهما كانت النتائج، والاهلي مالوش منافس ولا في مصر ولا في افريقيا. تاني حاجه، محمد شريف لازم يمشي من الاهلي. محمد شريف لازم يمشي من الاهلي واسمعوا كلامي، محمد شريف واحمد عبد القادر لازم ما ياخدش فرصه وما ينزلش بديل للشحات. فرق كبير قوي بين الشحات وما بين احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ما بيقدرش يعمل ربع المجهود اللي حسين الشحات بيعرف يعمله. بيرسي تاو بصراحه هو مستواه جاي جدا، مستواه جاي وبيتطور مع الوقت. النهارده ما كانش ظاهر قوي لان هم كانوا مكتفينه جامد هو وكهربا. محمد شريف زي ما قلت لكم لازم يمشي من الاهلي. عبد المنعم عالمي، عبد المنعم عالمي مدافع بمواصفات اوروبيه، بيقدر يقطع الكوره، بيقدر يوصل. هو وحمدي فتحي بصراحه الاثنين 10/10، وان كان عبد المنعم هو اللي بيتفوق لانه قطع كور اكتر وفي نفس الوقت هو اللي طبعا احرز هدف البطوله، فبالتالي يعني عبد المنعم يعتبر هو عريس الليله. الشناوي علامات استفهام كتير قوي. الجون النهارده بتاع الشناوي، محدش يقول لي الكره صعبه، محدش يقول لي الكره مش عارف راحه في الزاويه الهين. انت بتتكلم على حارس دولي، انت لو يا باشا لو بتتفرج على احمد ربيع حجاج ابو مازن هتعرف ازاي هو بيصد الكور دي. لو بتتفرج على فوزي عماره هتعرف هو ازاي بيصد الكور دي. لو بتتفرج على ابو الفتوح هتعرف ازاي بيصد الكور دي. لو بتتفرج عليا انا شخصيا هتعرف برضو انا ازاي بصد الكور دي. اي حارس في دوره رمضانيه او في دوريات شعبيه بيصد الكور دي عادي. الكور دي كانت بتخش فينا زمان، دلوقتي ما بقتش تخش في حراسنا وابتدائيين خلاص. الكور دي يا شناوي ما بقتش تخش في حد حتى في الدوري العام. يا شناوي لازم تريح شويه. الشناوي مش هو الشناوي، مستواه شويه فوق وشويه تحت. الهدف اللي دخل في النادي الاهلي النهارده يسأل عنه الشناوي بنسبه 100%، واي حد له راي غير كده يبقى بيطبل وخلاص. لو مكسب النهارده هيغطي على غلطه الشناوي يبقى معلش الناس مغيبه. مصطفى شوبير لازم ياخد فرصه اكبر من كده واقوى من كده، هو وعلي لطفي. انا مش بتكلم على شوبير بالذات، ولكن انا بتكلم ان الشباب لازم يريح وندي فرص للناس الثانيه. معلول ما يقدرش يلعب ال90 دقيقه، معلول كويس جدا ويديك، ولكن ما يقدرش يلعب ال90 دقيقه كتير عليه لان معلول كبر. ديانج برضو مجهوده كبير، ولكن الباص بتاعه في الثلث الهجومي مش احسن حاجه. عايز تكسب الاهلي، اي فرقه في الدنيا ممكن تكسب الاهلي، ولكن بشرط ما تتنكش وما تتغرش وما تتكبرش على النادي الاهلي. لان النادي الاهلي ممكن يرجع في اي وقت، والاهلي كسب النهارده لانه كان بيلعب بشخصيه البطل. الاهلي لما كان كسبان في القاهره 2-0 ولا كان بيضيع وقت ولا كان بينام على الكوره ولا كان بيعمل الشغل اللي انتوا بتعملوه ده كله. كان بيلعب عايز يجيب الثالث وعايز يجيب الرابع. انما الوداد جاب جون في الدقيقه حاجه و30 عايز يحافظ على الجون لحد الدقيقه 98. مش ممكن، مستحيل ان النادي الاهلي هيفضل يلعب المده دي كلها من غير على الاقل يجيب جون، من غير ما يتحنك. الاهلي عمل في الوداد اللي الوداد عمله فيه في القاهره، بس الاهلي كانت خبرته اعلى، خبرته اقوى. ان هو في القاهره قدر يغطي الجون بجون، فما فضلش يحافظ على 1-0، كان 2-0. فالوداد لما جاب جون اصبح التعادل في ماتش الوداد في صالح الاهلي، وهو ده اللي حصل النهارده. انما الوداد جاب جون في الدقيقه حاجه و30 عايز يحافظ على الجون لحد نهايه المباراه، وده شيء صعب جدا. الوداد اخطا في حق نفسه، الوداد هو اللي خسر نفسه الماتش النهارده. وشريف يعني شريف بصراحه كان بيلعب مع الوداد، ما كانش بيلعب مع الاهلي. انا بعتبر محمد شريف كان بيلعب مع الوداد، ما كانش بيلعب مع الاهلي. شريف خارج نطاق الخدمه هو والشناوي. على فكره كل الكور العاليه اللي الشناوي كان بيمسكها دي اي حارس مبتدئ يقدر يمسكها. ما حدش يقول لي الشناوي عمل ماتش حلو وعمل ماتش مش عارف ايه. الشناوي هو المسؤول عن ضياع البطوله دي لو كانت فعلا ضاعت. بس الحمد لله ربنا ستر. الف مبروك، مش هطول عليكم. الف مبروك للنادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي وكل المحبين للكره المصريه، وان شاء الله ما تكونش اخر بطوله ونجيب ال12 وال13 وال15 وال19 وال20. سلام.